حصل في مصر يوم 25 يناير. يوم 25 يناير في سنة 52 حدثت معركة الإسماعيلية، واندلعت موقعة الإسماعيلية، حيث قامت القوات البريطانية في يوم 25 يناير سنة 1952 باقتحام مدينة إسماعيلية الباسلة، ورفض رجال الشرطة البواسل في مديريات أمن إسماعيلية تسليم الأسلحة، وأدى ذلك إلى وقوع معركة الإسماعيلية، واستشهد فيها حوالي 50 جندي مصري وإصابة 80 آخرين. وتم تخصيص هذا اليوم احتفالا برجال الشرطة نظرا للتضحيات التي قدموها رجال الشرطة فداء لهذا الوطن. ويوم 25 يناير سنة 1890 افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بمصر، التي تعد أكبر وأقدم حديقة حيوان في الشرق الأوسط والأولى والأعرق في أفريقيا، وكانت تسمى جوهر تاج حدائق الحيوان في أفريقيا. أمر بإنشاء حديقة الحيوان الخديوي إسماعيل ليكون افتتاحها في عهد والده الخديوي محمد توفيق، وكانت بتبلغ مساحتها حوالي نحو 80 فدان. وأول اتصال تليفوني في التاريخ كان يوم 25 يناير أيضا سنة 1915. نجح المخترع والمبتكر الاسكتلندي الإسكندر جريمن في إجراء أول اتصال هاتفي عبر قارة أمريكا الشمالية. طيب، وميلاد المخرج العالمي يوسف شاهين في يوم 25 يناير سنة 1926، ولادة المخرج السينمائي العالمي يوسف شاهين. قدم يوسف شاهين للسينما المصرية العديد من الأعمال البارزة. وعندنا يوم 25 يناير سنة 2008 رحيل أبو الصناعات المصرية الدكتور عزيز صدقي، كان رئيس الوزراء الأسبق، وكان رئيس وزراء مصر خلال حرب أكتوبر، وكان له دور كبير في تحقيق النصر. كل فيديو من دول والخمس حاجات اللي اتكلمنا عليهم هناخدها كل فيديو مع التاني بالتاني، هنعمل لكل حاجة لوحدها فيديو.